جمعت لك في الفيديو ده افضل 8 موبايلات ممكن تشوفهم في الفئه الاقتصاديه من 4000 جنيه لحد 10000 جنيه. وفي كل موبايل هشرح لك اكتر من ناحيه ايه اللي بيميزه، اذا كان من ناحيه الشاشه او الاداء او الكاميرات او البطاريه او الشحن او الصوت او كل الكلام ده كله. فعايزك تكمل معايا الفيديو لحد الاخر علشان انا متاكد انك هتطلع من الفيديو ده مستفاد ومحدد اختيارك انت عايز ايه بالظبط. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا باول موبايل معانا. اول موبايل معانا في فئه ال 4000 ل 5000 جنيه وهو السامسونج جالاكسي A07. وده موبايل عامل جدا للناس اللي عايزه جهاز يعتمد عليه من غير ما تدفع كتير، وبيدي افضل نقطه قوه مهمه وهي سوفت وير سامسونج اللي بيفضل معاك لمده كبيره 6 سنين تحديثات. فيعني موبايل يعتمد عليه لو انت مش حابب تفكر في موبايلات ثانيه الفتره الجايه. اما من ناحيه الخامات فعندك الموبايل جاي من البلاستيك لكن ملمسه مقبول ومتين، وزنه 184 جرام، مش تقيل ومش خفيف، احساس عادي في الايد. لكن شاشته BLS LCD 6.7 انش، دقته كويسه 90 هرتز. على ارض الواقع هتحس بسلاسه اثناء التصفح بسبب 90 هرتز، لكن من ناحيه التفاصيل والكواليتي اكيد مش زي الفول اتش دي. فالشاشه من الاخر للمستخدم العادي اللي بيتصفح سوشيال ميديا فهتكون تجربه مرضيه ليك، لكن لو بتشوف نصوص كتير او بتحب تفاصيل الصور فهتحس بنقص في الشاشه دي شويه. لكن من ناحيه الاداء والمعالج فانت عندك A07 جاي من الهيليو G99، وده افضل اداء اقتصادي ممكن تاخده في الفئه الاقتصاديه كلها. هيخليك تلعب العاب بجرافيكس وفريمات كويسه وتصفح بقى وتطبيقات يوميه متنقله والكلام ده كله، كمان مع السوشيال ميديا والابلكيشنز كتير. فلا المعالج ده هيقدم معاك جدا. لكن من ناحيه الكاميرات عندك كاميرتين، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وعندك كاميرا تانية ودي خاصه بالبورتري. ومن ناحيه الصور اللي في النهار فدي هتطلع حلوه بالنسبه للفئه اللي موجود فيها الموبايل ده. ومن ناحيه تصوير الفيديو فانت هتقدر تصور فيديوهات فول اتش دي لحد 60 فريم في الثانيه، وده كويس مقارنه في الفئه الاقتصاديه. والكاميرا السيلفي هنا 8 ميجا بكسل، مش هتاخد منها برضو افضل اداء، لكن مع الاضاءه العاليه والكويسه هتاخد منها صور الى حد ما يعني يعتمد عليها، وده تحت ظروف الاضاءه القويه فممكن يعتمد عليها. وبطاريه الموبايل ده 5000 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 25 واط. لكن العيب اللي احنا تعودنا عليه من سامسونج ان راس الشاحن مش موجوده في العلبه، فالبطاريه هتعيش معاك يوم كامل مستريح. فلو مش معاك شاحن سريع فلازم تشتري له شاحن اصلي. كمان في منفذ 3.5 مللي علشان لو حابب انك تستخدم سماعات واير، والشبكات فيه كويسه الى حد ما، والبصمه جايه في زرار الباور وسريعه معاك. فالموبايل ده يعتبر من افضل الموبايلات اللي ممكن تشوفها في فئه ال 4 ل 5000 جنيه. هيديك اداء كويس جدا والشاشه برده مرضيه وبطاريه تكمل معاك اليوم مستريح. لكن من ناحيه الكاميرات فانا ما اتبسطتش من الكاميرات، لكن مقارنه بالفئه السعريه فالكاميرات كويسه. عندك منه 3 نسخ، النسخه الاولى ال 64 و4 رام بتبقى 4800 جنيه، والنسخه الثانيه ال 128 و4 رام بسعر 5700 جنيه، والنسخه الاخيره ال 128 و6 دي بسعر 6300 جنيه. والثلاث نسخ ضمان محلي يعني ما لهمش اي ضريبه. اما لو نفسك في شاشه اكبر، صوت احسن، كاميرا عمليه، هنروح للانفينكس هوت 50 اي. الموبايل ده مش متوفر كتير منه في السوق حاليا، لكن لو لقيته هيكون صفقه ممتازه ليك. وده لان الهوت 50 اي هنا بيحاول يقدم لك شاشه كبيره وتجربه صوتيه افضل للي بيتفرج وبيركز اكتر على المشاهده. تقدر تحس ان الموبايل ده بيركز شويه على الميديا. وخامته ظهر كويسه، هم ايوه جايين من البلاستيك، ووزنه 184 جرام تقريبا يعني، فالاحساس مريح ومناسب للي حابب شاشه كبيره. بس من ناحيه الشاشه فانت عندك الشاشه هنا برده جايه IPS LCD 6.7 انش، الكواليتي بتاعته برده مقبوله، لكن هنا جايه 120 هرتز. فالريفريش ريت العالي ده هيخلي كل حاجه سلسه معاك، لكن الدقه مش اعلى حاجه. ده غير انه برده السطوع بتاعه متقبل، مش هتشوف الموبايل كويس الى حد ما تحت اشعه الشمس المباشره، لكن مش اسوأ حاجه في نفس الوقت. ومن ناحيه ادائه فانت عندك الهوت 50 اي هنا جاي من الهيليو G81، اداء يومي محترم يعتمد عليه، وفي الالعاب المتوسطه برده هيمشي معاك لكن مش باعلى اعدادات. وعندك الكاميرات الخلفيه كاميرتين، الكاميرا ال 48 ميجا بكسل ودي جايب مستشعر من سوني، وعندك كاميرا تانية مسمينها عدسه مساعده، مش عارف هي بتساعد في ايه بس يعني ماشي معاهم الدنيا. ده غير برده انك عندك فلاش ليد مزدوج. والكاميرا الاساسيه هنا فعلا مفاجاه لطيفه في الفئه السعريه دي، لانها بتديك صور مقبوله محترمه مقارنه بالسعر اللي فيه الموبايل ده. بيديك كواليتي من الاخر كويسه لو بتصور في النهار او تحت مصدر اضاءه قوي. ده غير الموبايل بيدعم لك تصوير فيديوهات لحد 2K 30 فريم في الثانيه، ودي ميزه اغلب المنافسين مش بيقدموها حاليا. وسماعته ستيريو، وده فرق واضح لما تتفرج على فيديوهات او تلعب العاب فهتحس بقيمه السماعات معاك. وبطاريه الهوت 50 اي هنا 5000 ملي امبير وات، بس سرعه الشحن بتاعتها ضعيفه ومش متقبله في الفئه السعريه دي، لكن هتمشي معاك الدنيا، وهي 18 واط. والشحن هنا موجود في العلبه بعكس سامسونج. والموبايل بيدعم شحن عكسي، ودي نقطه مميزه لو بتحب تشحن سماعات او اي حاجه من الكلام ده كله. البصمه جايه في البار، وعندك كمان منفذ 3.5 مللي علشان لو تستخدم سماعات واير. عيوب الموبايل بس ان الشاشه بتاعته حوافها كبيره شويه، وكمان السطوع بتاعها واطي الى حد ما، فمش هتقدر تشوفها كويس تحت اشعه الشمس المباشره. فالموبايل ده تحسه مناسب اكتر للناس اللي بتتصفح كتير، عايزين صوت ستيريو وكمان شاشه واسعه، ومش همهم يعني الكواليتي الزياده، لان الشاشه بتاعت الموبايل ده مش بكواليتي عاليه. ده غير برضه انك عندك ريفريش ريت 120 هرتز، فهتلاقي الدنيا معاك سلسه. والكاميرات برضه هتساعدك
مقارنه بسعره. وبما اني اتكلمت عن السعر فاقول لك ان في منه نسختين، النسخه الاولى ال 128 و6 رام ودي بسعر 5400 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 6000 جنيه، والنسختين ضمان محلي ما عليهمش اي ضرائب. اما ثالث موبايل معانا فهو الاونر اكس 6 سي، وده موبايل بينافس في حتت كده محدش بيركز عليها، زي ان شاشته السطوع بتاعها عالي جدا، سرعه الشحن بتاعته 35 واط، فلو انت بره البيت طول اليوم وتحت اشعه الشمس فالموبايل ده هيناسبك. خامته جايه من البلاستيك بس جايب شهاده الاس جي اس، وده علشان يقاوم الصدمات معاك، وبيديك احساس قوي لما تمسك الموبايل ده غير انك عندك برضه شهاده من الاي بي 64 علشان الميه والغبار. ولما نيجي نشوف الشاشه فتلاقيها جايه من التي اف تي ال سي دي، ودي جايه 6.6 انش، والكواليتي بتاعتها مش الواو، هي الاتش دي، لكن السطوع بتاعها هنا بيوصل ل 1000 نتس، والريفرش ريت بتاعها بيوصل لحد ال 120 هرتز، فهتاخد سلاسه مع سطوع كويسين، لكن الكواليتي مش احسن حاجه، فالشاشه هنا ممكن ما تتوصلكش شويه. لكن من ناحيه الاداء فانت عندك الموبايل ده جايب الهيليو جي 81 الترا، اداء يومي سلس نفس مستوى الهوت 50 اي او قريب منه شويه، فهي عندك استخدام يومي، او لو كنت بتلعب العاب فما تعليش الاعدادات او الجرافيكس والفريمات والكلام ده كله علشان ما يبداش يرخم عليك. وعندك في الكاميرات كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل هتلاقيها كويسه، لكن الكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل وهتلاقيها مش احسن حاجه معاك. بتدعم لك تصوير فيديو لحد فول اتش دي 30 فريم في الثانيه، والكاميرا عموما هتديك صور في النهار كويسه، لكن لو السيلفي مهم ليك فدي هتكون نقطه الضعف بالنسبه للموبايل ده. بطاريته هنا اللي كبيره شويه 5300 ملي امبير اور، بتدعم لك سرعه شحن 35 واط، ودي ميزه كبيره يعني، فهتخلي الموبايل يعيش معاك اليوم مستريح وتشحنه في وقت قليل. من ضمن المميزات انك عندك زرار تقدر تخصصه للاي اي بس، وكمان في مايك العزل الدوشه، والبصمه بتاعته جايه في زرار البار. عيوبه انه صوته بس مش عالي، وزي ما قلت لك السيلفي مش احسن حاجه فيه. فمن الاخر الموبايل ده مناسب للناس اللي شغلها بره البيت او بتتعامل بره البيت كتير، وخصوصا برضو الناس اللي بتتصور في الشمس كتير مش تحت الاضاءه الواطيه، واللي عايز سرعه شحن برضو تمشي مع الدنيا. وعندك هنا من الموبايل ده نسختين، نسخه 128 و6 رام بسعر 5500 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 6 رام ودي بسعر 6200 جنيه. خلينا برضو نعلى بالسعر شويه ونشوف رابع موبايل معانا وهو الموتورولا موتو جي 35، وده يمكن ارخص موبايل في الفئه السعريه دي هتلاقيه بيدعم معاك ال 5 جي. الموتورولا جي 35 هنا بيديك احساس انك مش داخل في فئه رخيصه، لا ده انت عندك شاشه فول اتش دي بتدعم لك الاتش دي ار 10، فدي حاجه تحس بيها طول ما انت بتستخدم الموبايل ده. ايوه هو خامته من البلاستيك لكن شكله محكم، وزنه تقريبا 190 جرام، فيديك احساس متوازن ومريح وماسكه ايد محترمه بصراحه. الشاشه هنا جايه فول اتش دي اي بي اس 6.7 انش، وعليها حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 3، والريفرش ريت بتاعها بيوصل لحد 120 هرتز، فسلاسه في الاستخدام طبعا، مع سطوع بيوصل معاك لل 1000 نتس، فانت واخد شاشه محترمه من كل حاجه. بس لو كانت كمان املد كنت هتشوف يعني الوان خرافيه، بس ما منعش انك عندك ريفرش ريت عالي وسطوع عالي، فده هيعوض الالوان، فلا هتتبسط من الشاشه دي. لكن من ناحيه الاداء والمعالج فاقول لك الموبايل ده جاي من اليونسكو تي 760، وده بمعماريه 6 نانو، اداء بينافس الجي 99. من الاخر يقدر يشغل لك العاب كويسه باعدادات متوسطه، وكمان سلاسه في الاستخدام اليومي، وده برضه بفضل ال 120 هرتز، فلا اداؤه يعتمد عليه بصراحه. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرتين، كاميرا 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، وكاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل ودي الكاميرا الالترا وايد، والموبايل بيصور لك 4K لحد 30 فريم في الثانيه، ودي نقطه قويه جدا في الفئه السعريه دي اذا كنت بتحب انك تصور فيديوهات او لو انت اصلا منشئ محتوى. من ناحيه البطاريه هنا هتتبسط ومش هتتبسط في نفس الوقت، لانك عندك البطاريه هنا 5000 ملي امبير اور، بس سرعه الشحن بتاعتها 18 واط. نقطه القوه في الموبايل ده انه بيدعم 5G، وكمان سماعاته ستيريو، وفي منفذ ل 3.5 ملي، ومايك العزل الدوشه هتحس بالفرق طبعا لو انت بتعمل مكالمه، فالطرف الثاني هيلاحظ ده. وعندك هنا منه نسخه واحده وهي ضمان محلي يعني ملهاش اي ضريبه، وهي 256 مع 8 رام بسعر 8200 جنيه. وخلينا ننتقل على طول لخامس موبايل معانا وهو السامسونج A17. و A17 هنا بيتكلم الناس المهتمه بالالوان الحقيقيه وتجربه السوفت وير النظيفه، وبالمناسبه الاو اي اس هنا فارق جدا في التصوير اليومي. فخلينا هنا بس نمسك حاجه. اولا انت عندك الخامات طبعا جايب من البلاستيك المتين، وزنه غالبا 190 جرام، فتاخد منه احساس ثابت وصلب كده وانت ماسك الموبايل ده. ايوه جايب الاي بي 54 لمطارده الغبار والتراب والكلام ده كله. لكن من ناحيه الشاشه اللي هتتبسط منها هنا وتعتبر من افضل الشاشات اللي هتشوفها في الفئه السعريه دي، وهي سوبر اموليد 6.7 انش فول اتش دي بلس 90 هرتز على طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، فتاخد الوان وتباين وكمان فريمات، فده بيخلي الفيديوهات والصور ممتعه جدا، فهتتبسط من الاخر
في الشاشه دي عيبها بس النوتش اللي موجود من 2016 ده، لكن من ناحيه الاداء فانت تاخد نفس الاداء اللي بنتكلم عليه من بدري وهو الهيليو جي 99، وده هيديك اداء مرضي ليك في الاستخدام اليومي في الابلكيشنز. الالعاب مش هتلاقيه مستقره معاك نوعا ما، بس زي ما قلت لك لو بتلعب لعبه تقيله شويه فخلي الجرافيكس بتاعتها في المتوسط منه هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. ومن ناحيه الكاميرا هنا فانت عندك الكاميرا ال 50 ميجا بكسل دي جايه بمثبت بصري OIS، فهنا تثبيت البصر بيخلي الفيديوهات اصلا في حته ثانيه. ومن ناحيه الصور فبرضه بيخلي الصور في الاضاءه الكويسه احلى بكتير من ناحيه التثبيت انك ما بتاخدش صوره مهزوزه. ومن ناحيه الكاميرا سيلفي فانت عندك كاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل مقبوله شويه ويعتمد عليها اكتر في التصوير تحت مصدر الاضاءه القوي. البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير اور، سرعه الشحن بتاعته 25 واط، فتلاقيه متوازن من ناحيه الاستهلاك والسرعه عادي. وطبعا الحاجه اللي لا غنى عنها في الموبايل ده هو السوفت وير اللي بيقدم معاك 6 سنين مرتاح، ولو مش حابب انك تدوش دماغك وتفكر في موبايلات تانية الفتره الجايه فالموبايل ده هيريحك من ناحيه النقطه دي. عيوبه ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، كمان راس الشاحن مش موجوده في العلبه، والسماعات بتاعته مونو مش ستيريو، لكن هتلاقيها معاك عاليه وهتقدم معاك الغرض لو ما تلعبش كتير عشان الناس اللي بتلعب فاهمه يعني انك تلعب بسماعات ستيريو او لا. فهتلاقي الموبايل ده مناسب اكتر للناس اللي بتحب تتفرج على فيديوهات او مسلسلات كتير، بس في نفس الوقت السماعه بتاعته مش هتقدم معاك الغرض، في نفس الوقت موجه للناس اللي بتحب تصور كتير وتاخد كواليتي كويسه. فالمهم من ناحيه سعره انت عندك هنا منه 3 نسخ، النسخه الاولى 128 و4 رام ودي بسعر 7300 جنيه، والنسخه الثانيه 128 و6 رام ودي بسعر 8000 جنيه، والنسخه الاخيره 256 مع 8 رام ودي بسعر 9800 جنيه، والثلاث نسخ ضمان محلي ما لهمش اي ضريبه. اما لما نطلع لسيت الموبايل معانا من انفينكس هو الهوت 60 برو، وده لو عندك من الاخر عين للسرعه البصريه، يعني لان الهوت 60 برو هنا بيقدم لك شاشه 144 هرتز اموليد بتخليك تحس ان كل حاجه اسرع، وده مهم لو بتلعب العاب او بتحب تجربه واجهه سريعه. يعني خامته والديزاين بتاعه كله تحسه انه شياكه بصراحه، وزنه 170 جرام، التخانه بتاعته 6.6 مللي، فخفيف ورفيع معاك وهتلاقي الموبايل متقبل جدا بالنسبه للفئه السعريه بتاعته. اما الشاشه هنا اللي جايه اموليد 6.7 انش اللي جايه بدقه اعلى من الفول اتش دي وكمان 144 هرتز، وعليها كمان حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، والسطوع بتاعها كمان عالي، فلا هتاخده مشاهده افلام او مسلسلات او لو حتى بتلعب، فالفيديوهات هنا هتكون سلسه وواضحه جدا معاك. لكن من ناحيه الاداء فبرضه هقول لك الاداء كويس، الاداء هنا جاي من الهيليو جي 200، هو تحس انه قريب شويه من الهيليو جي 100 لكن مش الفرق السوي يعني، غير انك عندك التبريد والتحكم في الحراره مقبول شويه. لكن من ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا 50 ميجا بكسل دي ادائها كويس لكن مش الافضل في الفئه السعريه دي، كمان بيصور معاك فيديوهات لحد 2K 60 فريم في الثانيه اذا كان 2K او فول اتش دي. والكاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل وبرضه يعتمد عليها شويه لو بتصور تحت مصدر اضاءه قوي. لكن لما نروح للبطاريه فتلاقي البطاريه هنا 5160 ملي امبير اور وبتدعم سرعه شحن 45 واط، فلا الشحن بتاعها هنا سريع ومريح، وكمان بتدعم لك الشحن العكسي بقوه 10 واط، فمفيد لو انت بتحب تشحن سماعات وايرلس يعني. من ضمن مميزاته ان البصمه بتاعته جايه في الشاشه وسريعه معاك، كمان عندك سماعات ستيريو، عندك كمان IR بلاستر عشان تتحكم في الاجهزه الالكترونيه، وعندك NFC لو انت من مستخدمي NFC، وكمان منفذ 3.5 مللي. ده غير ان الموبايل اصلا بيدعم لك تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، بعكس اغلب الموبايلات اللي اتكلمنا عنها بيدعم لك تركيب شريحه وكارت ميموري بس او شريحتين بس، ما عندكش مايك لعزل الدوشه، هم معتمدين اكتر على العزل يعني بالسوفت وير. فالموبايل ده من الاخر موجه للناس اللي بتحب تلعب شويه وكمان بتحب تتفرج على مسلسلات او افلام، لانك عندك هنا برضه سماعات ستيريو هتخلي التجربه معاك افضل، فكوليكشن كويس للي حابب حاجه يعني زي كده. ومن ناحيه سعره فانت عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 8700 جنيه. وخلينا نروح للموبايل اللي قبل الاخير معانا هو الريدمي نوت 14 4G. الموبايل اللي بيقدم لك شاشه اموليد مع كاميرا 108 ميجا بكسل، يعني لما تصور اصلا تحس التفاصيل واقعيه على الشاشه اللي هتعرضها عليها. خامته جايه من البلاستيك ووزنه 197 جرام، موبايل هتلاقيه متين معاك شويه، والشاشه هنا برضو اللي هتلاقيها كويسه وممتازه معاك جدا، وهي جايه من اموليد 6.6 انش 120 هرتز، جايه عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5، والصوت بتاعها بيوصل لحد 1800 نتس، فدي شاشه ممتازه جدا في الفئه السعريه دي، تعرض لك تفاصيل وكواليتي واضحه جدا. اما من ناحيه الاداء فالموبايل جاي من الهيليو جي 99 الترا، هتلاقيه اداؤه متوازن معاك في الالعاب والاستخدام اليومي، ويعتمد عليه مع البطاريه اللي هنتكلم عنها كمان شويه. لكن الكاميرات هنا الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، فدي في النهار بتطلع لك تفاصيل وكواليتي واضحه جدا، وعندك هنا كاميرا الترا وايد فعليه، وعدسه الماكرو هنا ما تعتبرش اضافه قويه، فتعتبر كل الشغل على الكاميرا الاساسيه. الكاميرا السيلفي هنا 20 ميجا بكسل هتديك صور كويسه وممتازه في النهار مقارنه بالفئه السعريه اللي موجود فيها الريدمي نوت 14 4G. ومن ناحيه تصوير الفيديوهات فالموبايل اخره فول اتش دي لحد 60 فريم في الثانيه بس. لكن لما نشوف مثلا حاجه ثانيه زي البطاريه
هتلاقي البطاريه هنا برضو معاك كبيره وبتوصل معاك لحد ال 5500 ملي امبير اور، وبتدعم لك سرعه شحن 33 واط، فهي تركيبه ممتازه بصراحه من شاومي. البطاريه معاك كبيره وسرعه الشحن يعني كويسه في الفئه السعريه دي. من ضمن مميزاته انك عندك سماعات ستيريو، عندك كمان اي ار بلاستر، والبصمه جايه مدمجه في الشاشه مش في زرار الباور. لكن عيوبه اللي ممكن ما تريحكش انك ما عندكش ان اف سي لو انت من مستخدمي الان اف سي، والموبايل ما بيصورلكش فيديوهات 4K ولا الترا وايد علشان تكون عامل حسابك على كام نقطه دول يعني. فهتلاقي اصلا الريدمي نوت 14 موجه اكتر للناس اللي بتحب تصور في النهار كتير بس من خلال الكاميرا الاساسيه، يعني 108 ميجا بكسل هتقدم لك تفاصيل كتير. كمان الناس اللي بتحب تشوف مسلسلات او افلام او حتى تلعب على شاشه الموبايل ده، وكمان بالاضافه مع الشاشه بطاريه كبيره 5500 ملي امبير، فهتمشي معاك اليوم مرتاح او اليوم ونص كمان. وعندك هنا منه 3 نسخ، النسخه الاولى ال 128 مع 6 رام ودي بسعر 9000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 9200 جنيه، والنسخه الاخيره ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 10000 جنيه، والثلاث نسخ ضمان محلي ما لهمش اي ضريبه. اما الموبايل الاخير معانا وهو الانفينكس هوت 60 برو بلس، وده يعتبر كده ايه يعني ابجريد للهوت 60 برو العادي، وده لان نسخه البلس هنا بتجربك اكتر من احساس الموبايلات الفلاج شيب، شاشه كيرف، كمان خفه في الوزن وتجربه في اللمس هتلاقيها اشيك بكتير عن الهوت 60 برو. فمن ناحيه الخامات اصلا فتلاقيه جاي من البلاستيك مع سيلفوني، ووزن الموبايل اصلا 155 جرام، والتخانه بتاعته 6 مللي، فهتلاقي احساسه اخف بكتير من المنافسين الموجودين في السعر دي. والشاشه هنا كيرف اموليد 6.7 انش، وكمان توصل معاك ل 144 هرتز، والكواليتي طبعا 1.5K بحمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، والسطوع برضه عالي، فيعتبر هي نفس شاشه الهوت 60 برو بس مع وجود الكيرف. واداؤه بنفس الاداء اللي هيليو جي 200، هتاخد اداء كويس في الاستخدام اليومي او الالعاب المتوسطه. والكاميرات برضه كاميرا 50 ميجا بكسل مع مستشعر من سوني، فجوده التصوير هتلاقيها كويسه. ومن ناحيه تصوير الفيديو فبتصور معاك لحد 2K هنا 60 فريم في الثانيه، والصوت ستيريو من JBL، لكن مستوى الصوت هنا هتلاقيه مش اعلى حاجه. وبطاريته 5160 ملي امبير اور، سرعه شحنه 45 واط، الشحن بتاعه سريع وهتلاقيه يعني مريحك في الاستخدام اليومي، والموبايل مكمل معاك اليوم مرتاح. نفس المزايا برضو اللي شفناها في الهوت 60 برو، عندك اي ار بلاستر، عندك ان اف سي، والبصمه جايه مدمجه في الشاشه. عيوبه انه ما فيهوش مكان لكارت ميموري، وكمان ما عندكش منفذ 3.5 مللي، والصوت بتاعه هتحسه واطي شويه، لكن هو جاي معاك ستيريو فدي ميزه تحسب له في نفس الوقت. فمن الاخر الهوت 60 برو بلس هنا هتلاقيه موجه اكتر للناس اللي عايزه تجربه فاخره في الاحساس بالموبايلات، او اللي عايزين يحسوا ان هم ماسكين موبايلات فلاج شيب يعني من الاخر، او موبايلات متوسطه. في نفس الوقت مش ينفع تستخدم كارت ميموري ومدخل سماعات الوايرلس، فيعني خليك عامل حسابك على الكام نقطه دول. لكن هو من ناحيه الشاشه ومن ناحيه التصميم وسرعه الشحن، وكمان مستشعر سوني اللي موجود في الكاميرات والبصمه اللي في الشاشه، فالموبايل بصراحه ممتاز مقارنه بسعره. وده لان عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 10600 جنيه. فعايز تقف معايا دقيقه لحد دلوقتي واكتب لي في الكومنتات ايه الموبايلين اللي انت محتار ما بينهم، او ايه الموبايلات اللي انت احترت بينهم في الفيديو ده، وانا هقول لك على الاختلافات اللي هتاثر في اختيارك بالظبط. فعرف من تحت ايه استخداماتك وميزانيتك كام، وانا هرشح لك الافضل والمناسب ليك. وطبعا ما تنساش في الاخر انك تقدر المجهود ده بانك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو، كمان شير الفيديو ده مع اصحابك اللي عايزين يشتروا موبايلات في الفتره دي. وعرفني برضو محتاج ايه الفتره الجايه، اكتب لي تحت في الكومنتات واشوفك الترشيحات الجايه. سلام.